السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يا جماعه بجد والله العظيم يعني انا مش عارف اتكلم اقول ايه. يعني الزمالك وترنا، هو لازم كل شويه نكد، لازم كل شويه نكد. والله العظيم انا بقول اهوت، يا ريت الكلام ده يعني الاداره تسمعه، الاداره اللي مش حاسه بينا اصلا، اللي همها بس هو ازاي يجيب صفقات ويعمل شو اعلامي والكلام من ده كله. يا جماعه كل الصفقات دي يتم فسخ التعاقد معاها، لازم قرار. بص يعني قرار، لازم قرار كده يريح الجماهير. لازم يتم فسخ التعاقد مع كل الصفقات اللي الزمالك جابها، لازم. واللعيبه الموظفين كلها تمشي، تتباع باي سعر، تتعرض للبيع، لازم تتعرض للبيع. طلع لي فريق الناشئين كله، احنا نستحمل. الناشئين الرجاله اللي بيحبوا النادي، احنا نستحمل كجماهير الزمالك، نستحمل. هنقول حتى ده في ناشئين بتطلع شايفين روح، لكن ده اشباه لعيبه. يا عم والله محمد اشرف رؤى على قده، هو ده اخره، ما عندوش اكتر من كده. عمرو السيسي ده ما عندوش اي فكره عن الكوره، تمام، ما عندوش اي فكره. ممكن تقول لي بقى ابراهيم نضاي ده مين العين الخبيره اللي شافته؟ هتقول لي اصله كان متالق في وادي دجله، هقول لك ده ما ينفعش يلعب في تيشيرت الزمالك. يا جماعه افهموا يعني ايه، تمام، حد يقدر يلعب بتيشيرت الزمالك، افهموا دي. مش معنى ان هو كان متالق مع وادي دجله وبيلعب مع وادي دجله وعمل كام ماتش حلوين واحترف بره يبقى هو يقدر يلعب في نادي جماهيري. ما هو مش منطقي. حجم النادي الجماهيري تمام محتاج لعيب بكواليتي خاص ومواصفات خاصه. فالله يكرمكم، يا ريت اداره الزمالك تتصرف. يا سياده المستشار اللي لسه خارج من الحجز اليومين دول، تمام، مش عارف تدير، سيبها للي يعرف يدير. والله العظيم انت مش عارف تدير، سيبها للي يعرف يدير. الله اعلم انت ترجع تاني تمسك ولا مش تمسك. يعني احنا ما يشغلناش، احنا اللي يخصنا الفريق يبقى كويس. اديك شايف ناشئين الزمالك ابناء النادي انت عملت فيهم ايه؟ بسبب اللي قاعدين على الدكه، قاعدين على الدكه باستمرار، حمضوا خلاص. يعني اللعيبه خلاص حمضت، تمام. رايح جايب لي دونجا. طب دونجا كان حلو ماشي في بيراميدز. يا جماعه في فرق. انديه الشركات او الانديه الخاصه اللي ما عندهاش ظهير جماهيري، تمام، اللعيب بيلعب هناك باريحيه ومعلهوش ضغط، تمام. حط بقى ان هو لو جه في نادي جماهيري عليه ضغط 50% من الجماهير، ده شيء اساسي، تمام. حد زي مصطفى شلبي، ده مصطفى شلبي اللي كان في انبي، استحاله مش هو مصطفى. تحس ان مصطفى شلبي دوت حد جابه مضاه بالعافيه. والله تحس ان حد جابه مضاه بالعافيه. اقسم بالله انا جايب تيشيرت الزمالك من اول الموسم. تيشيرت الزمالك انا مشتريه على فكره، مشتريه ولسه والله لسه في كيسه، والله ما خرجته، ماليش نفسي اطلعه من الكيس بتاعه البسه. انت متخيل من اللي انا شايفه؟ لان انا اللي يهمني كله الاداء. الاداء انا عاوز اداء كويس. انا ولا يفرق معايا الزمالك ياخد بطوله ولا ما يفرقش، انا يفرق معايا ان اشوف رجاله في الملعب. دلوقتي ما فيش رجاله خالص في الملعب، مفيش رجاله خالص في الملعب. لعيبه تحس ان اشباه لعيبه موظفين. الاعلام ماسكهم غسيل ومكوى، حقهم. لان اللعيبه ديت مفيش عين خبيره. قلنا لك 100 مره عين لجنه كوره، مش تبقى انت بنا ومناول. يعني انت هتشتغل كل حاجه في النادي، هتدير لي النادي انت وامير واحمد، هتنقلي صفقات انت وامير واحمد. احنا كنا ظالمين فيريرا على فكره. فيريرا اجبر على الصفقات دي. انا واثق ان فيريرا مش هو اللي اختار الناس دي. يعني قلنا 100 مره طارق السيد موجود، ده راجل عينيه كويسه. ما تعين لي يا عم طارق السيد يختار لي لعيبه. انت جايب لي لعيبه على قد حالها. ما شفت اهو طارق السيد لما اختار زيزو جاب لنا زيزو عامل ازاي؟ لما جاب احمد فتوح من تحت من الناشئين جابه عامل ازاي؟ لما جاب مصطفى فتحي جابه عامل ازاي معانا في الفرقه؟ اللعيبه رجاله. لكن انت عمال تمشي لي وجايب لي صفقات ملهاش اي 30 لازمه، وبياخدوا ملايين الدولارات. ان كان عمرو السيسي ولا دونجا ولا اسمه ايه دوت احمد بالحاج اللي لسه جاي ده. يعني احمد بالحاج انت رايح جايبهولي برقم محترم، مع انك انت عندك لعيب زي ايشو من الناشئين، عيل راجل يطلع يلعب معاك ونفس ستايل احمد بالحاج. تجيب لي واحد بالمبلغ ده كله ليه اصلا؟ يعني تمام حضرتك الصفقات اللي انت صرفت عليها ملايين الدولارات ديت كنت ممكن توفر بيها عقد بن شرقي. يعني تخيل انت صفقتين، ابراهيم نضاي وسامسون بتاع التليفونات ده، ولا ما اعرفش سامسون ده مين اصلا. الصفقتين دولت هم عقد اشرف بن شرقي. تخيل دي. نيجي بقى للناحيه الثانيه، احمد بالحاج، تمام، عمرو السيسي، دونجا، ماشي. دول الصفقه ديت هم تمام فرجاني ساسي، تمام فرجاني ساسي. كنت جددتي بقى فرجاني ساسي. يا جماعه خلاص احنا جبنا اخرنا، حرام كده يعني. ما تقوليش ان احنا في اسوأ حالاتنا، لا احنا السنه اللي فاتت كنا من غير رئيس نادي،
تمام، كنا بنحارب من طوب الارض وخدنا دوري واحتفظنا بالدوري اللي المره الثانيه. بقالنا سنتين الزمالك بيمر بحاله هزليه، تمام، سوء اداره، بس كان في لعيبه رجاله. قلنا قبل ما تجيب اللعيب مش عيب لما يخش على دكتور نفسي يكشف عليه، ايه المشكله؟ يشوف هو يقدر يتحمل الضغط ولا لا. كل انديه العالم بتعمل كده على فكره. مش عيب لما اللعيب يجي يعمل عندك فتره معايشه يشوف هيقدر يتحمل ضغط الجماهير ولا لا. لكن العيب ان انت تحط راسك في الرمله زي النعامه، وحرقه الدم في لجمهور نادي الزمالك اللي بنشوفها كل يوم دي. ده حرام ولا حلال علينا كده؟ احنا مالناش ذنب في اللي بيحصل ده. لا حول ولا قوه الا بالله. حرام يعني. الواحد خلاص بص، خلاص قلبه هيقف من القرف اللي احنا شايفينه. حد هيخش يقول لي يا عم انا ماليش علاقه بالنادي المنافس. انا ما بتكلمش عن النادي المنافس، انا بتكلم عن النادي اللي يخصني، نادي الزمالك. لا كده غلط، كده غلط بجد يعني. ولو طلعنا نتكلم يقول لك انتوا مأجورين، انتوا مش عارف. احنا مش مأجورين يا عم، احنا بنحب النادي. محدش يزايد على حب النادي، سواء اداره بقى او جماهير او كلام من ده. محدش يزايد على حب النادي، كلنا بنحب نادي الزمالك. اي حد بيتكلم من حرقه دمه على النادي. فانت حضرتك ما تجيش تكلمني تقول لي ايه هو رئيس النادي يعمل لك. لا يعمل يا عم، يعمل. انت حضرتك ماسك والجمعيه العموميه اختارتك عشان تحقق طموحات جماهير نادي الزمالك. تفضل تعايرنا بقى تقول لنا اصل جبت لكم 2 كاس وجبت لكم 2 دوري. يا عم ما تعايرناش، دورك اصلا تجيب لنا صفقات كويسه، دورك تجيب بطولات. الجمعيه العموميه اختارتك عشان تجيب لنا بطولات. لكن اللي احنا فيه ده كله حرام يعني. سديتوا نفسنا، اقسم بالله العظيم سديتوا نفسنا. الواحد خلاص. وبرضه هنفضل نحب النادي، نفضل برضه نشجع النادي. شويه فسده موجودين اصلا، ربنا يتوب علينا منكم. يلا يا عم خلاص كفايه.